السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس التنفيذي لشركة جاكوب اسيستمنت امريكان طلع من شوية كده وقال تصريح جميل جدا. هذا التصريح فكرني بأيام زمان، أيام ما كنت يعني أيام ما كنت ناصح على الله زي ما بيقولوا. الراجل ده على فكرة يا جماعة، الشركة دي بس عشان ابقى الناس تبقى فاهمة، هذه الشركة تعتبر من احدى الشركات الكبرى في مجال التعدين الالكتروني. يعني الناس دي شغالة كانت شغالة على البيتكوين، ودخلت على الايثم، ودخلت على عملات تانية كتيرة جدا، وعلى الكوين، ودخلت بعد كده على على عملات مشفرة كتيرة جدا جدا لا حصر ليها. الراجل ده طلع النهارده بتصريح غريب جدا جدا. هذا التصريح فكرني بأيام نصايح تحتمس، أيام ما كنت بنصح من أيام صديقي العزيز تحتمس. الراجل ده طلع النهارده بيقول إيه؟ بيقول يعني فيما معناه بترجمة خالتي فوزية، راجل قال إن أصبحت الحقيقة الدامغة أمام الجميع أن الذهب هو الملاذ الآمن الذي يحظى بمكانته دون الوصول لتلك العملات الرقمية، لتلك المعادن الرقمية، إلى مكانة الاستحواذ الأعظم لهذا المعدن الأصفر. خلاصة الكلمتين دول إن الراجل بيقول يا جماعة بطلوا تكذبوا على الناس، وبطلوا تسرقوا الناس في التعدين الإلكتروني والتعدين، المسألة بطريقة مؤدبة يعني، لأن لو قالها صريحة هيتخرب بيت أهله وبيت اللي خلفوه. تمام؟ عشان كده احنا بنقول النهارده البيتكوين على فكره يا جماعه، المفروض لما الذهب يطلع يبقى في علاقه عكسيه ماشي ما بينه وما بين الذهب، بس ما يتهبطش لغايه 95,000 يعني. مش المفروض كده؟ يبقى المفروض يطلع يبقى 112 120. يعني في عز ذروه الانفليشن كان الكوين كان طلع ل 114,000. النهارده بنتكلم في 95، والذهب حضرتك داخل النهارده الساعه 3:45 بتوقيت الفجر، او توقيت بعد منتصف الليل القاهره، وصل حضرتك ل 5000 دولار الأوقية. 5000 دولار الأوقية حضرتك. راهن على هذا الرقم 9 بنوك عالمية ان الذهب هيوصل للرقم ده، رقم الذهب هيوصل للرقم ده في 2027. واحنا النهارده حضرتك بنتكلم سيادتك لسه ما طلعناش من يناير 2026. تمام؟ فكون ان بقى يطلع الراجل بتاع الكوين بتاع التعدين نفسه، احد الناس العناصر اللي هم بيروجوا للخدعة الكبيرة جدا اللي حذرت منها مرارا وتكرارا من 2020، وقلت يا جماعة هذه نصبايا كبيرة جدا جدا بيلعب عليها الغرب. وعملت مسابقة ظريفة جدا وقلت لماذا الذهب يعد هو الملاذ الآمن الذي لا يقترب منه أي شيء على الإطلاق، لأن دي عملة بداية ونهاية الزمان أبو عمو، لأن هي دي العملة اللي بيتسعر عليها النقود. علم الاقتصاد عندنا أول ما اتنشأ وأول ما فتح عينه على الدنيا طلع على المقايضة، والمقايضة حضرتك ثمنت وسعرت لأغلى الأثمان ألا وهو الذهب. يعني كانت البيضة بالبيضة والفرختين بالجدي
والجديين ببقرة، وكانت حضرتك شوية القمح بشوية كتان، وكانت الدنيا ماشية زي الفل وتمام التمام. دخل الذهب في الخط، غير الخريطة دي خالص. دخل غير الخريطة دي. قال لك ليه؟ اولا لما كان الانسان القديم كان عشان يحصل على هذا المورد كان بيحصل عليه بصعوبة، يعني كان بيحصل عليه اصلا بصعوبة. يعني حتى اجدادنا الفراعنة كانوا عشان يجمعوا الذهب، تمام، كانوا بيجمعوا يحطوا طبقات من الصوف بتاع الخرفان ويتقلوه بالطين ويحطوا عليه احجار الصوان ويحطوه ايام الفيضانات، عشان الصوف حضرتك بيصطاد الذهب بزيادة التركيز بتاعه، لان هو الوزن النوعي بتاعه اثقل من المية، فمعدلات الترسيب بتاعته بتبقى اعلى، والكاتيونات اللي موجودة في الصوف بتصطاد الذهب. فكان يطلعوه بقى ويبداوا يجففوا الطين اللي موجود والطمي اللي مترسب وسط البتاع، ويبداوا ان هم يعملوا ويسهروا الطين عشان يطلع له حته بتاع الذهب، يعمل منها حته تمثال صغير. الذهب هو معدن القيمه. الذهب هو المعدن الذي تسعر عليه كل النقود. ومش هتكلم كتير في الحته دي، ولكن مكاني طبعا في قلوبكم. وزاره ايه وبتاع ايه يا راجل يا طيب؟ انا كفايه عليا حب الناس ده اغلى واسمى عندي من كل المناصب. يكفي ان انا في رحله عميقه طويله جدا جدا مع جمهور ليه تاريخ ماشي معاه من ايام، يعني من 2012 لغايه دلوقتي، والحمد لله الناس ماشيه معايا الله اكبر. يعني لغايه دلوقتي الناس بقت احسن مني بمليار مره في موضوع الاقتصاد ده. طب ماشي، خليني اكمل بس يا جماعه بالنسبه لموضوع الذهب. النهارده برضو حاجه غريبه، ابص على اليوم السابع الاقي بيقول لك تم ضبط 4 طن ذهب مغشوش من قبل التموين. الخبر ده نازل على اليوم السابع. طبعا يا جماعه انا تعليق على الخبر ده، يعني تعليق، يعني انا مش هتكلم كتير في الحته دي. ليه؟ لان الحناتير يعني ترعرعوا وتفحلوا واستفحلوا، والمفروض بقى طالما ان وزاره التموين حطت ايديها على حاجه زي كده يبقى تكمل الطريق في رصد سوق الصاغه كويس جدا، لان احنا برضو حذرنا من الغش في الذهب وطلعنا وتهاجمنا وي. بس النهارده لما حضرتك لسه فاكر ان انت تضبط 4 طن ذهب، امال اللي كان قبل كده راح فين يا فندم؟ امال الناس اللي خدت الذهب ده، اللي هم يعني الذهب المغشوش اللي دخل قبل كده، الناس دي مصيرها ايه؟ علما بان احنا طبعا قلنا يا جماعه بلاش تشتغلوا في الذهب الفكه، الذهب السبايك المدموغ اللي محطوط جوه الاستيك بتاعه او القصديره بتاعته وليه باركود، هو ده الذهب اللي انت الكارت ده هو ده اللي انت بتبقى معاه، بيبقى معاك حضرتك عشان تقدر تحفظ قيمه. وطبعا الشركات المعتمده كتيره جدا. ايه اللي يخليك انت بقى اما، وايه اللي يخليك يابا الحاج تروحوا تجروا على السبايك البلدي؟ ليه؟ قلنا الكلام ده، الله يكرمك يا ابو حميد، قلنا الكلام ده يا جماعه عشان خاطر ربنا بلاش تجروا ورا كلام السوق. وقلنا ان في حيتان كبيره جدا في الاسواق بتاعه المعادن النفيسه، والنصابين موجودين كتار جدا على المنصات الالكترونيه. وقلنا يا جماعه ان الذهب بالذهب ويتاخد بالايد. كل يوم يصبح علينا لنصايح قلتها من 2000 وتحتمس بيطلع النهارده عليها شمس ميلاد جديد بيأكد كلامنا، ان التلاعب بمقدرات الطمع بتزداد طمعا فوق طمع، والناس بتقع في براسن هذا الطمع، والنصابين بيقولوا يا حلولي يا حلولي. جرى ايه ده؟ ايه اللي حصل لي لما اشوف الناس عماله تجري
وسابت الارض ولا عادت بتصلي، ولما جت ووقعت خسفت بعيونها كل الكنوز وراح شقاها في الارض، وكله قال يا ترلل. طبعا القافيه اللي انا قلتها دي قافيه تنطبق على الطماعين، الناس اللي ما بيعترفوش بكلام الناس اللي بتنصح بقلب. قلنا ذهبك في الحاجة اللي محفوظة بشكل جيد وفقا لشركات عالمية، ما تسترخصش، ما تستنصحش، ما تدخلش وتغامر بشقة عمرك. محدش عايز يسمع كلام الناس. وعليه النهارده الاطنان اللي تم اكتشافها دي، يا ريت يا جماعه ان الناس كل اللي اشترى يعني ده نداء، يعني كل الناس اللي اشترت ذهب مجهول المصدر يا ريت يتوجه الى الششن. والششن ده حضرتك في ارض الصاغه في الجماليه، تروح حضرتك يشيك لك على الذهب بتاعك عشان ده شقة عمر حضرتك. عايز اقول لحضراتكم من قيمه اسبوعين واحد محترم جايب لي سبيكه، يقول لي بص يا دكتور احمد انا السبيكه دي والله رميت فيها شقة عمري كله. قلت له يا الحاج انا مش جواهرجي، انا مش بتاع يعني مش جواهرجي، انا راجل بتاع اقتصاد. قال لي بس انا عارف ان انت يعني ليك حبايبك وتبدا تقول لي والله هل السبيكه اللي انا اشتريتها دي سبيكه اصليه ولا مضروبه؟ رحت يابا الحاج رحت ضارب على واحد محترم، قلت له يابا هبعت لك واحد محترم شيك له على البتاعه اللي في ايده دي وشوف ايه طبيعتها، لان انا ما بفهمش في الكلام ده. عينينا الاتنين يا دكتور احمد. الراجل راح باعت لي رساله بيقول لي يا دكتور احمد هو الراجل اللي انت باعته لي دوا يخصك؟ قلت له ما اعرفوش والله، ده الراجل يعني معرفه كده من على الانترنت وبعتني يعني والكلام. قال لي ماشي. قال لي يعني قلبه جامد هيستحمل؟ قلت له خير. قال لي يا باشا السبيكه اللي في ايده دي عيار 18. نهار اسوح، عيار 18 ازاي يا ابو عمو؟ قال له مدموغه عليها وسبيكه كبيره، مش السبيكه اللي جوه قصديره ولا الحاجه بقى المدموغه ولا شركه كبيره معترف بيها، حاجه كده مسبوكه اي بطيخ في اي هبل في الجبل. فالراجل لما كلمته قلت له يابا الحاج شوف الراجل اللي اشتريت منه السبيكه دي وقول له انا هبيعها لك باقل من ثمنها ب 1000 جنيه، يعني ب 1000 جنيه خدها كده زي ما هي، على الرغم ان الدهب طالع. يا دكتور احمد انت بتتكلم ازاي؟ قلت له يابا الدهب بتاعك ده دهب 18 من عيار 24. الراجل قعد يلطم، لما لقيته قعد يلطم كتير ويبكي انا بصراحه يعني لغايه دلوقتي اديني واقف معاه في المشكله بتاعته عشان احلها له وان شاء الله هتتحل. بس الشاهد من كلامي يا جماعه ان الناس اللي بتجري في الكلام وبتجري ورا الطمع، ما هو النصاب لما بيلاقي اللي قدام منه الطماع بيقول له يا مراحب يا مراحب، بيقول له يا مراحب يا مراحب. عشان كده بنقول يا جماعه خلي بالكم، الذهب ما تفرطش فيه، الذهب تشتريه مدموغ من الدمغه المصريه ومحطوط في الاغلفه بتاعته السبايك. نبعد بعيد خالص دلوقتي عن المشغولات لما نشوف مدى الازدواجيه في هذه الارقام اللي طالعه، لان احنا منتظرين تصحيح يحصل. طب التصحيح ده عمقه قد ايه؟ طوله قد ايه؟ هيحصل دلوقتي؟ هيحصل كمان 3 شهور؟ كمان 6 شهور؟ في تصحيح كده ممكن هيحصل، بس التصحيح ده هيقفز فيه الناس كبيره جدا جدا من الحيتان، هتبدا ان هي تبيع عشان تجمع تاني من الباب اللي من ورا. طب ما هو انا اخشى بسبب الكلمتين دول طبعا الناس هتقلق تقول لك نبيع. لا ما تبيعش، ذهبك للزمن. انا بقولها الذهب بتاعك للزمن، ما تجيش جنب منه الا للضروره. متى كتب على الذهب البيع يا دكتور احمد؟ عندما توجد فرصه اقوى من فرصه الذهب نفسه. واحد ماشي في الشارع زي المنطقه اللي انا مثلا فيها دي، وقال لك والله في شقه على اول الشارع اللي هناك دي ما تتباع ب 400,000 جنيه.
شقه ب 400,000 جنيه، يعني نقطه مثلا يعني. حلو. طب انا مش في جيبي الا غير القضا، معيش في جيبي غير القضا، بس في سبايك، وشايف كمان بكره الذهب هيطلع. يعني الذهب ممكن يطلع مثلا، بقول مثلا كان ثمنه جنيه هيطلع 3 جنيه. ما برضاش اقول الارقام بتاعت الذهب عشان لازم تمسك في الارقام. ثمنه جنيه النهارده، وهيطلع بكره الصبح ولا الضالين 2 جنيه، والشقه ب 400,000. لا يا باشا، اسيل ذهب واشتري الشقه. لا يابا، اسيل ذهب من اللي معايا واشتري الشقه، لان دي فرصه. ب 400 بالمقارنه ب 2 مليون وبفوارق التصحيح اللي هتتم. لا يا عم، دي فرصه. نفس الكلام، لقيت واحد عنده عربيه لقطه عايز يبيعها، سيل وهات. ابن حضرتك حتما ولا بد عايز يطور من نفسه، وانت عايز ربنا يكرمه وعايزه يتعلم كويس، لازم حضرتك هتسيل. الاكتناز المسبب بارتفاع تاني، الاكتناز المسبب بمراقبة ارتفاع مستمر يصاب صاحبه بمتلازمة التقييد النقدي. من قائل هذه العبارة؟ العبد لله. لا هتلاقيها في كتب ولا في اي حاجة خالص. طول ما انت ماشي مراقب للاسعار وعينيك على السعر واشتريت، هتفضل مدكن على الذهب عشان تتمتع بالحياة. هتلاقي عقبال ما تفوق تلاقي نفس حضرتك بيجهزوا لك الكفن جنب منك. معلش، كلامي زي الكرباج بيطلع، بس هي دي الحقيقة. ما بعرفش ازيف، مش طالع اعمل اللايف ده عشان اجمع لايكات، والله العظيم قسما بالله الناس كلها عارفاني. ادينا انا مشغول في قصه تانية عشان برضو اخدم الناس، ولا طالع دعايه لحد ولا ليه ولا اي حد في الدنيا اي حاجه عندي. بس بقول النصيحه لله الواحد القهار. نعم ولادك ونعم بيتك، ووسع على نفسك ووزع ارزاقك وتنوع في استثماراتك، وما تقيدش نفسك بمتلازمة التقييد النقدي، لان انت عقبال ما تصحى منها يا ابو عمو هتلاقي في شوشرة وصوت من مكان غير معلوم، غير ان الناس عمالة تدعي عليك. هو مين اللي بيدعوا عليا؟ ولادك. ليه بيقسموا في التركة حضرتك والذهب حضرتك؟ عايزين ويقول لك يا عم انا ماليش دعوه، ابويا مش هو اللي كان مسؤول عن فرك السبايك، وان هو اللي يبدا ان هو يطلع زكاه الذهب. مش مطلعين زكاه الذهب، احنا لنا الورث. العبد لله حاضر الكلام ده يابا. الحاج الراجل عبد لله حاضر قعدات، يعني عايز اقول لك فيها كوارث في الميراث والقرف وتحديد. مش هطول اكتر عن كده، كفايه شويه النصايح وشويه الدش اللي هو شويه الميه الساقعه اللي على الساقعه دي، عشان انا بحب على فترات كده افوق جمهور. ما تخلوش الدنيا تاخدكم يا جماعه. الذهب كده مستمر، ما ويؤمر ويطاع ويشترى في اي وقت، وحافظ على ذهباتك وملاذ امن لحفظ قيمه الفلوس ولمده سنوات. كل الكلام القاموسي اللي احنا قايلينه اللي دلوقتي متفرخ على كل بس بقيت دلوقتي بتكعبل في الشارع، دلوقتي بيقابلوني خبراء ده بيقولوا والله يا دكتور احمد تعالى ما نقول لك القاعده الجديده اللي عندنا. بفرح عسل، بحب الناس تقعد كده تنكش فيا. انا مش هطول اكتر من كده. والناس اللي بتقول لي الشقق سعرها غالي والفضه والكلام ده، انا كلام النهارده يا جماعه عن الذهب بس بفوق الناس على موضوع الذهب. لسه برضو هنتكلم في الفضه ونتكلم في الفضه. طبعا رفعت ل 100 يعني رفع استثنائي، وكنت هتكلم في الموضوع ده بس انا انشغلت كده بصراحه. الفضه يا جماعه السبب في ارتفاعها مش طلب تعدين، يعني مش طلب لحفظ القيمه. الفضه الطلب عليها مش لحفظ القيمه، يعني الطلب الزياده ده مش لحفظ القيمه، ده طلب تعدين.
يعني بياخدوها الشركات من اجل التعدين، طلب تعدين. وهتكلم بقى في قصص التعدين دي بعدين، دي محتاجة شرح طويل جدا عشان نتكلم عليها. اما بالنسبة اشتري الفضة قد ايه يا دكتور احمد؟ عرفت يابا الحاج، تشتري لك كيلو فضة هتبقى حاجة حلوة، بس الكيلو ده بالنسبة للدهب يمثل قد ايه؟ خليه يمثل 25% قصاد اجمالي المبلغ اللي انت هتشتري بيه الدهب. يعني ما تشتريش بفلوسك كلها فضة، لان الفضة جبانة اصلا. طلع 150، طلعت 200، طلعت 300، تبص فجأة تلاقي معدل الصعود بتاعها بيبقى سريع جدا وما تعرفش تسيل والكلام. فاحنا دايما بنقول نوع استثماراتك، خلي 75 لقصاد منها 15 25 فضة في القصة دي. النهاية طبعا انا سعيد جدا جدا ان انا كنت معاكم. معلش انا اسف جدا جدا ان طبعا يعني هتكلم عنها بعدين ان شاء الله باذن الله، قصة التعدين دي. شكرا لحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في بث جديد ان شاء الله باذن الله. يا ريت تشيروا يا جماعه البث ده، عشان انا شايف الهيافات كترت، فحاجه زي كده علم ينتفعوا به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.